الحكايه اللي لطفي لبيب فضل عمره كله مستني يحكيها. اول كتيبه عبرت قناه السويس في حرب 73 هي الكتيبه 26، وكان واحد من جنود الكتيبه دي هو الفنان لطفي لبيب اللي استمر في الخدمه العسكريه لمده 6 سنين. شارك فيها في الحرب ووثق الاحداث والتفاصيل اللي عاشها في كتاب بعنوان الكتيبه 26. عم لطفي حول كتابه لسيناريو فيلم بيحكي كل حاجه عن الحرب، العبور ومعجزات الحرب، حتى تفاصيل مفاوضات السلام، حتى حكى كل اللي حصل لهم في الحصار من مواقف مختلفه. فمثلا لما حصلت الثغره ولطفي لبيب اتحاصر، اخوه في نفس الوقت كان متاخد كاسير، لكن اخوه رجع قبل ما عمنا لطفي يطلع من الحصار. ولما رجع البيت والدته قالت له لازم ترجع تجيب اخوك، وفعلا رجع مخصوص جابه من سينا. للاسف سيناريو لطفي لبيب ما شافش النور، وفضل لاكتر من 50 سنه مش لاقي منتج يتحمس للمشروع عشان ضخامه انتاجه. حتى هو قال انا عامل فيلم من اول لحظه لاخر لحظه عن حرب اكتوبر 50 سنه محدش فكر فيه. وبعد مسيره فنيه فيها اكتر من 100 فيلم و30 عمل درامي، لطفي لبيب مات وما عملش الفيلم اللي فضل طول عمره يحلم بيه. فهل ممكن يجي يوم حلم لطفي لبيب يتحقق بعد ما مات ويبقى ده تكريما ليه؟